ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين كده، هنعمل مع بعضينا عجينة القطايف. هنعملها بمقادير سهلة وبسيطة، بكوباية دقيق واحدة وبس هنعمل كمية كبيرة من القطايف. اول حاجة هنجيب شفشق الخلاط بتاعنا، وهنحط فيه كوباية دقيق، وهنحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة السكر. كوباية الدقيق خدت قد ايه مية؟ خدت كوباية وربع من المية. اضربهم ضرب كويس جدا، وبعد كده هحطها في بولة زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هسيبها حوالي ربع ساعة كده اهوت لغاية ما الخميرة بتاعتي تبدأ تتفاعل معايا لغاية هنا. بعد كده هجيب الطاسة بتاعتي اللي انا هعمل فيها القطايف. اول حاجة هسخنها كويس جدا، كويس جدا يعني. بعد كده ههدي بقى النار خالص، وابدأ اضيف بالكوباية المعيارية ديك اللي هي التلت ديك، واحط ايه؟ معيار زي ما انتوا شايفين كده اهوت. الحجم بقى بتاع القطايف اللي انت عاوزاه تعمليه اعمليه. اول كام وحدايه كده اهوت بيطلعوا مش مظبوطين قوي، مش مظبوطين اللي هم وحشين، لا بيطلعوا حلوين، بس ما بتاخدش لون القطايف اللي هي الجاهزه زي بره. الا بعد ايه حوالي 3 وحدايات كده اهوت لغايه ما الطاسه تاخد السخونه الجامده جدا. زي ما انتوا واخدين بالكم انا بعمل معاكم، يعني هعمل معاكم كذا واحده لغايه ما اوريكم الكميه طلعت معايا قد ايه، ولونها طلع معايا عامل ازاي. بصوا كده انا الطاسه بتاعتي سخنت جدا لدرجه ان هي بقت تديني خلاص لون القطايف زي بتاعت بره بالظبط، ما تختلفش حاجه خالص. وهتشوفوا دلوقتي القطايف بتاعتي ما بطلعهاش لا على صينيه ولا على طبق، بكون فرشه حاجه قطن كده هو واطلع عليها عشان تبقى طريه. بصوا بسم الله ما شاء الله، القطايف بتاعتي طريه جدا وحلوه. دي اللي هي بتاعت اول واحده. بصوا بعد كده بقى مفتحه جدا وحلوه وقطنيه. وبسم الله ما شاء الله، من كوبايه دقيق عملت لي كميه حلوه من القطايف. يعني هتقدري تعملي طبق حلويات حلو بكوبايه دقيق واحده وبس. تقدري بقى تحشيها كريمه، تقدري تحشيها مكسرات، او تحشيها جبن. الحشوه اللي انت حابه تحشيها احشيها، بس صدقيني العجينه دي ناجحه 100%، وما بتفرقش حاجه كتير عن بره. وزي ما قلتلك الحجم دوت انت اللي بتتحكمي فيه، عاوزاها صغيره هتعمليها او كبيره انت